يا اهلا بيكم. السبب الاكبر والوحيد اللي بيخليك مش عارف تطلع تصميم داخلي بشكل مظبوط. ده هو السبب الوحيد اللي بيقدر او اللي بيخليك ما تقدرش ان انت تطلع اي حاجه بشكل مظبوط. ايه هو ان انت مش عارف ازاي تطلعها. لو انت عارف ازاي تطلع انتيريور ديزاين بشكل بروفيشنال زي الاكسبرتس اللي موجودين اللي بيبداوا ان هم يطلعوا الديزاينز بشكل مظبوط، يبقى ساعتها انت هتعرف تطلع الديزاين دوت. دايما في عندك نقص في معلومات في جزء معين وانت بتطلع الديزاين، فهو ده اللي بيخلي الديزاين بتاعك ما يطلعش بشكل مظبوط. الفكره كلها معرفتك لتفاصيل كل خطوه من خطوات الديزاين، من اول ما انت اصلا معرفتك انك ازاي هتقعد مع الكلاينت وازاي هتاخد منه المعلومات المختلفه اللي هو محتاجها في الشقه بتاعته. الفكره كلها ان هو وازاي تحول ده بعد كده للديزاينز ثرو الفاندامنتالز الاساسيه للانتيريور ديزاين، وازاي انك تعمل ديزاين فيه بالانس وديزاين فيه ريذم وديزاين فيه يونيتي وهارموني مع بعضها، وعلاقه الكلام دوت بالستايلز المختلفه، وازاي هتبدا تعرف العميل نفسه ميال لاني ستايل، وحاول ان انت ازاي ان انت تميكس الستايلز ديت مع بعض، واستخدام بقى الالوان واللايتنج والتكتشرز والماتيريالز والاكسسوارز. كل الحاجات ديت لما تبدا ان انت تفهم علاقتها الكامله جوه السبيس بتاعك، وازاي ان انت تطلعها من A to Z بكل الخطوات بتاعتها، وازاي تترجم كل الحاجات ديت للوحات، هو ده الحاجه اللي هتقدر انها تخليك تبقى انتيريور ديزاينر عارف بالتفصيل كل حاجه انت عايز توصل لها عباره عن ايه. دايما كان في واحد من الاكسبرتس اسمه أليكس هرموزي كان بيتكلم ببساطه جدا على فكره ان عدم المعرفه هي اكتر حاجه بتكلف البني ادم فلوس. يعني ايه؟ يعني كان بيتكلم ان في ناس ممكن انها بتعمل 100 مليون دولار في السنه، وفي ناس تانية بتعمل 10 مليون دولار في السنه، وفي ناس تانية بتعمل مليون دولار في السنه. الفكره كلها ان اللي بيعمل مليون دولار هو خسارته من عدم معرفته ان هو يعمل 10 مليون ازاي بتكون 9 مليون دولار. فالفكره كلها لو انا عارف ازاي اعمل 10 مليون دولار ورحت ناحيه ان انا اعمل 10 مليون دولار، فانا كده اتعلمت ازاي اعمل 9 مليون دولار جداد في سنه واحده. فالبوينت كلها ان عدم المعرفه او الليك اوف انفورميشن لما نبدا ان احنا نفكر فيها هي العائق الوحيد لنجاحك في اي حاجه انت بتعملها. فمهم جدا لو انت عندك هدف في حاجه معينه تبدا ان انت تجو ثرو الحاجه ديت، وتبدا انك تشتغل بالتفصيل في كل وتعرف كل حاجه عنها، وتعرف التفاصيل المختلفه عنها، وتعرف وجهه نظر ده وجهه نظر ده وجهه نظر دوت، وتقرا الكتب اللي بتتكلم على كده، وتقرا وتذاكر الكورسز والتريننجز اللي بتتكلم على كده، عشان كل ده يقودك في الاخر ان انت تبقى اكسبرت في الفيلد بتاعك، وقادر ان انت تطلع مع ديزاينز مدروسه بشكل مظبوط وديزاينز قابله للتنفيذ. اي هوب يكون الفيديو دوت مفيد بالنسبه لكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل هنا على اليوتيوب، ولو انت بتشوفني على فيسبوك اعمل فولو للبيج على فيسبوك، واشوفكم ان شاء الله في فيديوز جاي. ولو انت عايز تعرف اي حاجه عن التريننجز بتاعتنا بتاعت الانتيريور ديزاين هتلاقيها موجوده في الديسكربشن او في اول كومنت على فيسبوك. بالتوفيق ليكم.